دخل الأهلي مباراته أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز وهو يبحث عن مصالحة جماهيره بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام. لذلك كان الفريق مطالبا بردة فعل قوية تعيد الثقة وتؤكد قدرته على تجاوز المرحلة الصعبة. لكن بداية اللقاء جاءت صادمة للمارد الأحمر، حيث باغت طلائع الجيش خصمه بهدف مبكر عبر محمد عاطف الذي وضع فريقه في المقدمة منذ الدقائق الأولى. الأهلي حاول ترتيب صفوفه والعودة سريعا في النتيجة، ونجح في إدراك التعادل عن طريق هادي رياض الذي أعاد المباراة إلى نقطة البداية. الشوط الثاني واصل طلائع الجيش انضباطه التكتيكي واستغلال المساحات ليتمكن من خطف هدف التقدم من جديد عبر خالد أبو زيادة، هدف أعاد الأفضلية للفريق العسكري وأربك حسابات الأهلي. حاول النادي الأهلي في الدقائق المتبقية العودة في النتيجة والضغط على دفاعات طلائع الجيش، لكن محاولاته لم تترجم إلى أهداف، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ليواصل الأهلي بذلك نزيف النقاط واستمرار نتائجه السلبية في فترة حساسة من الموسم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي مباراة ينتظرها عشاق الأهلي بشغف كبير.